السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة في قناة كلام في الكورة. قبل أي حاجة نعزي أهلنا في فلسطين واللي بيحصل في فلسطين، وندين باللي بيعمله إسرائيل في أهل فلسطين، وأسأل الله أن يرحم شهدائنا بإذن الله. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن ملخص الدوريات الكبرى. ملخص الدوريات الكبرى عن الدوري الإنجليزي أولا، واللي حصل في الدوري الإنجليزي والأحداث الكتيرة عن الدوري الإنجليزي. اتأخرنا في الفيديو عارفين، ولكن احنا بنستنى كل الدوريات وكل مباراة تتلعب عشان نقدر نحلل تحليل شامل كامل لكل الدوريات، الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي. النهارده عندنا الدوري الانجليزي هنبدأ بيه، دوري قوي، دوري مهم، دوري كل الناس مهتمة بيه لان هو الاقوى. فاحداث كتير حصلت ومهمة جدا لكل الاندية. اول حاجة معانا كانت مباراة ليفربول وايفرتون. مباراة ليفربول وتألق محمد صلاح ومحمد صلاح بقى تاني هداف الدوري الانجليزي و... ويقدم مباراة قوية. طبعا عارفين ايفرتون من الفرق العنيدة اللي بتقفل اللعب. ايفرتون كان قفل المباراة، ولكن غلطة كبيرة لاشلي يونج لناحية من الطرف ناحية الشمال عند لويس دياز المتألق في الفترة الأخيرة. توقعنا ان ليفربول ممكن ما يرجعش ويعمل زي السنة اللي فاتت. كان قبل كاس العالم كان كويس، قبل التوقف بتاع كاس العالم كان كويس جدا، تاني بعد التوقف بقى مستواه ضعيف. وايضا مدافعات ليفربول دفاعات مش كويسه، ولكن محمد صلاح اشلونج عطى الضوء الاخضر وعطى الفرصه لليفربول انه يبدا المباراه يستعد او يبدا يكسب. كان مسيطر، كان مهيمن، ولكن ايفرتون كان مقفل المباراه بشكل قوي. ايفرتون كان مقفل المباراه بشكل قوي. ولكن معانا ليفربول مع لويس دياز كان الدنيا، يعني صلاح كان المباراة مقفولة لسه لغاية اما خد ضربة جزاء وسجل، ولكن برضه كانت الدنيا لسه. ليفربول تحسن أكتر في نزول داروين نونيز فعشان كده ليفربول قدر يسجل الهدف الثاني بشكل جيد جدا في آخر الدقايق في الشوط الأول. كده ليفربول ماشي كويس، كده ليفربول مستواه كويس، كده ليفربول لسه في منافسة الدوري. مع مين؟ مع الأرسنال، مع السيتي، مع توتنهام. ولكن انتظروا مننا الفترة الجاية فيديو جيد جدا، او فيديو هنتوقع فيه بعد التوقف واداء الفرق مين اللي هيحرز الدوري. توقعنا في اول موسم مين اللي هيحرز الدوري، ولكن هنتوقع في نص الموسم برضو ونأكد هل اختياراتنا اللي كانت في اول موسم جيدة ام هنغير كلامنا، لان في فرق بتتغير مستواها وفي فرق مستواها بيتغير. حاليا بعد ليفربول كسب ايفرتون بشكل جيد، وكنا احنا متوقعين ان ليفربول هيكسب ايفرتون لان ليفربول ماشي بشكل جيد ومحمد صلاح ماشي بشكل جيد. وطبعا احنا شايفين الكرنفال اللي كان رائع عاملينه جماهير ليفربول بتأييدهم للقضيه الفلسطينيه، والعالم كله مؤيد القضيه الفلسطينيه. ولكن هم في ناس دفع مليارات المليارات وفلوس الفلوس عشان القضيه الفلسطينيه ما تظهرش للعالم كله. ولكن احنا من هنا من قناتنا بنأيد القضيه الفلسطينيه وبنتكلم ونقول لا لترحيل اهل فلسطين واهل غزه. دي ارضهم، ما ينفعش يمشوا من ارضهم، دي ارضهم لازم يرضوا فيها. وبنطالب ان كل العالم تتكلم باللي بيحصل في فلسطين وفي غزه، وقفوا الضرب في مستشفى القدس دلوقتي حاليا معرضه للضرب. ده يعني مستشفى المعمداني وقالوا مش قصدنا، وده اكيد احنا عارفين ان هم قصدهم. دلوقتي مستشفى القدس دي مجزره، ما ينفعش العالم كله يقف ساكت كده. بنطالب بالوقف الضرب في الحال ان شاء الله، او الرد من الدول العربيه اللي بيحصل في اهل غزه. زي ما احنا اتكلمنا ليفربول كسب ايفرتون بشكل جيد. ايضا نيوكاسل استعاد قوته، وقلنا نيوكاسل فرقه قويه وهينافس على المركز الاربعه. اي نعم هو في المركز السادس ب 16 نقطه، ولكن نيوكاسل بدا يستعيد مستواه، بدا يقول ان انا موجود، انا فرقه قويه، انا قادر انافس. ولكن الاربعه الموجودين حاليا سيتي، الارسنال، ليفربول، توتنهام مباريات قويه. وقد يكون توتنهام يلعب النهارده بالليل او النهارده الساعه 10. هيبقى مباراه قويه مع فولهام نادي قوي، نادي كويس في وسط الجدول، بيحاول يقعد وسط الكبار في الدوري الانجليزي. ولكن توتنهام هل هيقدر يكسب؟ هل يستمر توتنهام على المستوى ام اللي هي مجرد فتره وجيزه؟ وبعد كده بعد ما مباراه نيوكاسل وكريستال بالاس اللي كسبها نيوكاسل 4،
نيوكاسل قلنا قدر يرجع عن المنافسه. تالت مباراه معانا كانت مانشستر سيتي وبرايتون. برايتون زي ما احنا بنتكلم، زي ما احنا قلنا في اول الموسم، هجومه قوي، ايزاك، تونالي ولاعيبه كتير قويه في لا عفوا برايتون هجومه قوي. برايتون هجومه قوي جدا، ولكن دفاعه ضعيف وهش كمان. قدر السيتي يحرز الهدف الاول من دوكو اللي قدر يراوغ منا كل دفاع برايتون ولعبها لالفاريز، والفاريز لعبها بشكل جيد. الفتى الذهبي او الفتى المحظوظ زي ما احنا عارفين ان هو خد بطولات كتير وهو لسه سنه صغير، خد كاس العالم، دوري ابطال اوروبا، الدوري الانجليزي. محدش كان يحلم ان هو صوره ان اول ما يصعد فرقه او اول ما يروح فرقه قويه ياخد كل البطولات دي. الفتى الذهبي او فتى المدلل لجوارديولا. الفاريز سجل هدف قوي جدا، ولكن لسه برايتون لسه بيلم صفوفه عشان يقدر يرجع. كان هالاند سجل الهدف الثاني وكان هدف قوي جدا، ولكن في الشوط الثاني برايتون رجع وسجل هدف وكان هيرجع كمان، ولكن ما سعفوش الوقت او الاصابات. ويلبك اتصاب وفي لعيبه كتير اتصابت في برايتون، ولكن برايتون بادئ مستويات قويه السنه دي بنفس شكل جيد. هو نيوكاسل فرقتين قويتين. معانا مباراه كمان كانت مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد. فرقه قويه شيفيلد زي مانشستر يونايتد، ولكن تنهاج السنه دي اسوأ انطلاقه ليه، اسوأ انطلاقه مانشستر يونايتد في المباراه الاخيره. مانشستر يونايتد كان انطلاقه سيئه السنه دي، ولكن بدا مانشستر يونايتد يرجع تاني، بدا يكسب، ده تاني فوز على التوالي. ولكن مانشستر يونايتد قادر يرجع، ولكن ما اعتقدش يرجع في وسط التألق بتاع الارسنال وتوتنهام والسيتي وليفربول. اعتقد الاربعه دول اللي هينافسوا على الدوري، واللي ليه خبره واللي ليه نفس طويل هو اللي هيقدر ينافس في الدوري الانجليزي. معانا كمان كان مباراه الارسنال وتشيلسي. ارسنال كان بادئ بدايه سيئه جدا في المباراه دي، كان بادئ بدايه سيئه، وما كانش ده الارسنال ولا كان ده ارتيتا ولا كان ده هجوم الارسنال المعهود عليه. وكان في اخطاء كبيره في المباراه دي من حارس رايا لصليبه لمدافعين الارسنال جدا. خطا فادح لصليبه مع انه في الصليبه مدافع قوي، اعطى الفرصه لنادي تشيلسي نسجل الهدف الاول من عن طريق ضربه جزاء من بيلمير، لاعب المميز اللي قلت كان هيفيد مان سيتي، ولكن بالنسبه لجوارديولا ما عندوش لاعب مهم. اهم حاجه المنظومه بالنسبه لجوارديولا. سجل الهدف الاول تشيلسي بالمر، والهدف الثاني من خطا فادح لرايا، الحارس المفروض يعوض رامز دير، الحارس القوي اللي كان عليه ضجه كبيره. رايا خطا ساذج جدا منه من في هدف مدرك، كوره كانت سهله جدا جدا، ولكن رايا كان واقف خطا جدا، وكان هيكلف نادي ارسنال ايضا هدف ثالث، ولكن حظه ان الكوره ما دخلتش جول من بالمر وجت فيه. ولكن الارسنال بقوته، الارسنال بروح الفرقه القويه، هي دي فرقه البطوله زي ما قال عليها ارتيتا، الفرقه اللي في اسوأ حالاتها ما تخسرش. اهم حاجه في الدوري الانجليزي ان انت في اسوأ حالاتك ما تخسرش، زي السيتي ما بيعمل، بيبقى في اسوأ حالاته ما بيخسرش بل بيتعادل عشان ما يخسرش نقاط كتير. الارسنال عاد في 10 دقائق او 5 دقائق قدر يعود الهدف الاول من عن طريق رايس من خطا من حارس سانشيز. ايضا قلت لكم اخطاء الحراس هي اللي عملت المباراه دي قويه جدا، وهي مباراه كانت قويه، ولكن اخطاء الحراس هي كانت احد اسباب التعادل. سانشيز خطا، ديكلان رايس سجل الهدف بشكل جيد. الهدف الثاني من خطا دفاعي من باك اليمين لتشيلسي جيمس بعد ما نزل تروسار راح سجل هدف التعادل. كان ممكن ارسنال اوت، كان ممكن يسجل الهدف الثالث، ولكن ما اسعفوش الوقت. دي كانت المباراة بتاعت الدوري الانجليزي واهم حاجة. ودلوقتي بعد الجولة دي ترتيب الدوري الانجليزي على حسب الموجود دلوقتي، على حسب المباريات وعلى حسب المكسب وحسب التعادل. الاول السيتي ب 21 نقطة، الثاني الارسنال ب 21 نقطة بعد التعادل ايضا مع تشيلسي، ليفربول ب 20 نقطة في المركز الثالث، توتنهام ب 20 نقطة، ولكن توتنهام ناقص مباراة. لو كسب النهارده توتنهام يبقى هو الاول، لو كسب النهارده توتنهام يبقى هو الاول. وطبعا التعادل بتاع الارسنال ساعد توتنهام ان هو النهارده يكسب ويبقى عنده دافع انه يكسب عشان يبقى الاول في الدوري الانجليزي ويفضل منافس في الدوري الانجليزي. بعدها على طول استون فيلا مقدم مباراه قويه يا جماعه. استون فيلا السنه دي غير، استون فيلا فرقه قويه وعملوا مباراه قويه وكسبت 4 على وست هام، وكانت مباراه قويه جدا من استون فيلا. نيوكاسل السادس ب 16 نقطه، برايتون السابع ب 16 نقطه، ايضا مان يونايتد الثامن ب 15 نقطه،
والتاسع ويست هام ب 14 نقطة، وتشيلسي المركز العاشر 12 نقطة. نريد تشيلسي أن يعود بسرعة لأن تشيلسي فريق قوي. تشيلسي فريق قوي. ده كان أحداث الدوري الإنجليزي، وكانت أحداث الدوري الإنجليزي طبعا. عايزين نتكلم على الدوري الأسباني والأحداث اللي حصلت في الدوري الأسباني، والمباراة اللي حصلت ما بين ريال مدريد وإشبيلية، والجماهير اللي ألقت اللوم أو اتكلمت على فينيسيوس جونيور، والعنصرية اللي حصلت من جماهير إشبيلية. ولكن هنا في عنصرية من نفر أو نفرين ضد فينيسيوس. ولكن بنشيد طبعا لجماهير إشبيلية اللي عملت تابلو رائع في مباراة اشبيليه وريال مدريد عن القضية الفلسطينية وتأييدهم للقضية الفلسطينية. نشكر طبعا اشبيليه واساسونا وفرق قوية جدا اللي قدرت ت... ت... توري ان القضية الفلسطينية على حق. دلوقتي معانا ريال مدريد. هل ريال مدريد تعثر بالفعل مع اشبيليه؟ كانت مباراة قوية جدا جدا، ولكن ريال مدريد قادر يعود، قادر يبقى هو حاليا هو الاول برضه حتى بعد التعادل مع اشبيليه. امبارح مباراة كانت قوية جدا جدا، برشلونة واتلتيكو بيلباو. برشلونة كان مباراة قوية، ولكن برشلونة بالشباب، بالحيوية، بالعزيمة، بالابطال الجداد، مع تشافي، مع طريقة اللعب الجديدة. برشلونة بيتسلح بناشئينه لامين يامال، واللاعب بتاع امبارح جراي، لاعب مميز، لاعب كويس، لاعب شاب لسه صغير 17 سنة، ولامين يامال 16 سنة او 17 سنة. قلت لكم برشلونة السنة دي بيتصلح بعد الإصابات القوية، الإصابات العديدة، وبعد أيضا حرمان كوندي لاعب مهم جدا لبرشلونة. ولكن عشان دعم القضية الفلسطينية، اسبانيا بندينها وعلى اللي بيعملوه في الدوري الاسباني، ان اي لاعب بيتكلم عن القضية الفلسطينية بيضطهدوه، وده كده مرفوض جدا جدا جدا. حاليا برشلونة كسب، اتلتيكو مدريد كسب بالاربعة، وبرشلونة كسب في اخر الدقايق بشبابه، وريال مدريد تعثر. ولكن بعد كل ده معانا ترتيب الدوري الانجليزي الاسباني، برضه بعد التعثر والتعادل ريال مدريد هو الاول ب 25 نقطه بفرق الاهداف غير عن فرقه غرونا ايضا ب 25 نقطه، ولكن برشلونه الثالث ب 24 نقطه. وهنا منافسه قويه جدا جدا بين الثلاثه، غيرونا وريال مدريد وبرشلونه. بيجي اتلتيكو مدريد بيحاول يستعيد مستواه، وريال سوسيداد بيقدم دوري قوي ومباراة قوية جدا جدا جدا. ننتقل من الدوري الاسباني واحداث الدوري الاسباني والكلام كتير على الدوري الاسباني الى الدوري الايطالي. الدوري الايطالي، وبعد كل المباريات القوية اللي حصلت فيه، الترتيب طبعا انتر كسب ومي واليوفنتوس كسب ثانية واحدة. اليوفنتوس كسب من ميلان امبارح، كانت مباراة قوية جدا جدا جدا. كان مباراة كان يوفنتوس قدم مباراة قوية، وقلنا اليوفنتوس بدأ يستعيد بعض من مستوى اليوفنتوس اللي احنا معهود عليه، ولكن المباراة كانت قوية جدا جدا. اليوفنتوس يكسب امبارح لميلان، وروما تكسب، ولاتسيو ايضا يستعيد بعض مستواه، والانتر يكسب كالعادة، والنابولي. والان الترتيب الدوري الايطالي قوي. الدوري الايطالي قوي جدا جدا. انتر ميلان بيقدم مستويات قوية، ايضا الميلان بعد خسارته امبارح ولكن بيقدم مستويات قوية، واليوفنتوس بيقدم مستويات قوية، ونابولي ايضا بيقدم مستويات قوية. بعد فوز اليوفنتوس امبارح بقى الثالث. اليوفنتوس بقى الثالث حاليا في الدوري الايطالي. الاول انتر ميلان ب 22 نقطة، الثاني ميلان 21 نقطة، اليوفنتوس ب 20 نقطة. فيورنتينا مباراة قوية من فيورنتينا، بيحاول يثبت ويقول انا فيورنتينا بتاع زمان. فيورنتينا الرابع، بعد كده نابولي الخامس، وروما ايضا في السابع، وقبليها اتلانتا كان في السادس، وايضا لاتسيو بيحاول يستعيد مستواه. ولكن نابولي طبعا مستواه غير مستوى السنه اللي فاتت، ولكن نابولي قادر يرجع معانا في الدوري الايطالي، ولكن دوري قوي. ولكن نتوقع كلنا مع بعضينا الخمس دوريات الكبرى من هم الابطال في الفيديو الجاي ان شاء الله. قبل اي حاجه، قبل ما نكمل الفيديو، عايزين طبعا لايك واشتراك وتدعيم القناه بقوه. كل اللي بيتفرج علينا يدعم القناه، وهنحاول نسيبه الصفحه الرسميه على الفيسبوك اللي بنزل عليها الفيديوهات الجديده ايضا واخبار مهمه، والصفحه الرسميه بتاعت الانستجرام عشان تخشوا وتعملوا لنا فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك، تدعمونا في كل الصفحات الرسميه لينا في كلام في الكوره. عايزين نتكلم، عايزين تدعمونا عشان نقدر نكمل ونبقوا
قناة قوية. وطبعا انتظروا برضه فيديو قوي جدا جدا، تحليل مهم جدا جدا، هيبقى عن مباراة الأهلي وسيمبا. وهيبقى مباراة الأهلي وسيمبا ماتش اللي هو بكرة إن شاء الله، ونتمنى الأهلي بالفوز. طبعا هيقدر الأهلي يكسب على سيمبا فريق ضعيف، وقادر الأهلي يكسبه بمنتهى القوة. عايزين نتكلم أيضا على الدوري السعودي. الدوري السعودي دوري قوي، دوري قوي جدا جدا جدا، وعاملين مباريات قوية، والهلال والتعاون والنصر والأهلي والاتحاد. لا 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 لا، الدوري السعودي قوي. هدف كريستيانو الرائع، والتعادل والتعاون مع اتحاد جدة ده ساعد في الترتيب الحالي. احنا عارفين ان المباراة قوية جدا جدا، وهداف الدوري السعودي هو كريستيانو، وبعديه على طول ماتروفيتش، وبعديه تاليسكا وساديو ماني وسالم الدوسري بست اهداف كل منهما. ولكن ترتيب الدوري السعودي كالاتي: الهلال ب 26 نقطة بعد التعادل وتعثر التعاون واتحاد جدة. الهلال له ب 26 نقطة، بعديه التعاون 23 نقطة، والتعاون بعد المباريات القوية اللي بيقدمها التعاون 23 نقطة، بعدين النصر ب 22 نقطة، وبعد كده أهلي السعودي ب 22 نقطة، واتحاد جدة ب 20 نقطة. اتحاد جدة مش زي اتحاد جدة بتاع السنة اللي فاتت، ولكن اتحاد جدة أدعى منافسة، ومنافسة قوية بين الأهلي والاتحاد والنصر والتعاون والهلال. مباريات قوية من الدوري السعودي لا تقل عن الدوري الإنجليزي، أهداف قوية، منافسة قوية بين كريستيانو وماتروفيتش في الدوري السعودي على الهداف. ولكن انتظروا الجديد معانا في قناتنا في كلام في الكورة على الدوريات الكبرى. كان معكم يوسف، قناة كلام في الكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.